تحياتي للجميع. طبعا الدحيح او احمد الغندور عمل فيديو طبعا اثار الكثير من الجدل بخصوص برشلونة، وانه يعني برشلونة خد زخم كبير من اجل انه تم محاربته من نظام الجنرال فرانكو. القصة اللي هي ما بتنتهيش، يعني جمهور برشلونة ما بيقتنعش ان هي مش حقيقية يعني او فيها مبالغة يعني. عشان نعرف قد ايه الحلقة كانت فيها، برغم ان هو طبعا راجل محترم وراجل شاطر وراجل عظيم، يعني عنده كم هائل من المتابعات والمشاهدات، فاكيد هو راجل عنده فكر يعني. ولكن بصراحة طبعا كل واحد لما بيلعب في ملعب غير ملعبه بتبقى الموضوع صعب. يعني انا ما اقدرش اتكلم في العلم، ما اقدرش اتكلم في حاجات كتيرة ليها علاقة باللي بيقوله، لكن في الكورة اكيد اعتقد ان انا اقدر ارد عليه يعني. طيب، من سنة 31 ل 36 اللي ما كانش فيها فرانكو أصلا، ما كانش فرانكو مسك من 36. تيجي تبص على برشلونة ما كانش موجود أصلا، خسران 5 دوري، وريال مدريد كسبان 2 دوري من ال5. يعني أصلا قبل فرانكو برشلونة كان ضعيف، يعني ما كانش قوي. برشلونة ما كسبش ولا لقب في الفترة دي. طيب، بالنسبة تيجي تتكلم على الفترة اللي مسك فيها فرانكو النظام الاسباني، هنلاقي فرانكو في اول 5 سنين من حكمه اتلتيكو مدريد كسب 2 دوري، فالنسيا كسب 2 دوري، اتلتيك بلباو كسب الدوري. في اول 5 القاب ما كانش فيهم ريال مدريد اصلا. بالعكس، في فترة فرانكو تم افتتاح النصب التذكاري للشهداء خارج ملعب اللاس كورتس اللي هو ملعب برشلونة القديم. في سنة 42 برشلونة كسب كأس الجنرال فرانكو لأول مرة، وتم الاحتفال بيها بشكل كبير جدا. يعني ما برشلونة مثلا ما قالش ان احنا مش هنلعب عشان خاطر احنا في زمن فرانكو. 45 برشلونة كسب الدوري الاسباني لاول مره في عهد فرانكو. في 49 برشلونه تم احتفال بمرور 50 سنه على تاسيسه، كان اجازه في كاتالونيا وقتها، الاتحاد الاسباني احتفى بيهم احتفاء كبير جدا. وفي اصلا وزراء وجنرالات في الجيش الاسباني حضروا اول مباراه لبرشلونه بعد اللي هي مرور 50 سنه. تم تسهيل التعاقد مع كوبالا احد افضل لاعبين اوروبا سنه 1950 عشان خاطر برشلونه يحتفل بهذه المناسبه يعني. وده باعتراف الصحف الكتالونيه يعني. طيب، نيجي بقى لنادي الحكومه، نادي النظام، ريال مدريد. سنه لغايه 1954 يعني فرانكو مسك اسبانيا 36، 18 سنه ريال مدريد ما كسبش ولا دوري. اول دوري كسبوه سنه 1954. تخيل يعني ريال مدريد في اول 15 سنه في حكم فرانكو، لما تيجي تبص على كسبوا الدوري هتلاقي برشلونه كسب 5 دوري، فالنسيا 3، اتلتيكو 2، بلباو، اشبيليا، ريال مدريد 1. تخيل. طب تمام. كامب نو اتبنى اصلا في عهد من فرانكو. وعايز اقول لك ان تم افتتاح الملعب سنة 57 بحضور كل المسؤولين في حكومة فرانكو يعني. بعدين فضل النظام بيحابي برشلونة. وعايز اقول لك ان برشلونة عانى من ازمة مالية ضخمة للغاية. تم اتبرع فرانكو ونظام فرانكو لبرشلونة ب600 مليون بزيتا. تخيل، يعني عشان بس تبقى فاهم، 600 مليون ليرة. طب ماشي، انا عايز اقول لك بقى حاجة، ان كرويف اصلا لما جه برشلونة، اصلا الصورة اللي كانت على المكتب صورة فرانكو، كان فوق الصورة، كان فوق المكتب بتاع رئيس برشلونة في وقتها. فعشان كده انا شايف ان ريال مدريد ما اتجمدش في زمن فرانكو، بس ريال مدريد حظه انه قدر يجيب دي ستيفانو، وحصل لغط كبير. يمكن ده السبب اللي خلى الناس تقول كده، ان تم تسهيل صفقة دي ستيفانو، ويمكن ده رد على صفقة كوبالا يعني. او يمكن النظام حب يقوم ريال مدريد، لان كوبالا ورفاقه كانوا مسيطرين بشكل كبير جدا. لكن في النهاية ريال مدريد كون فريق قوي جدا،
وبرشلونة تراخى في فترة الستينات بشكل كبير، ما بدوش يفوقوا شوية غير لما جه يوهان كرويف. وبعد ما جه يوهان كرويف كسبوا موسم، بعد كده رجعوا تراجعوا تاني. ما بدأش النادي يفوق غير في أواخر الثمانينات لما كرويف أصبح مدير فني. يعني أنت بتتكلم من سنة 60 لغاية سنة 90 برشلونة كان وحش جدا. حظهم بقى إن 15 سنة منهم كانت في عصر فرانكو، وفرانكو مشي في 75 او توفى في سنة 76. ورغم كده برشلونة فضل وحش لغاية سنة 89 90. يعني حتى بعد فرانكو برشلونة برضو تأثر بشكل كبير جدا، ما ظهروش بأفضل حاجة ممكنة. وكان حتى ريال مدريد برضو يمكن فترة السبعينات ما كانش حلو، الثمانينات كان جيد، في النص التاني من الثمانينات.